سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفاتحة وبارك وسلم من سورة الإخلاص والمزدر إلا روح المذكور والمقصود لما تمعنا هاهنا بذبهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن برحمته والدين ودائم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كمزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل واوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم على من لا إله إلا الله وما سبحان الله بحمده ما صلى إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
في هذا المجلس المبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. آمين. نقدمها نهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين، ثم إلى أرواح أئمة المؤمنين من الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى رسول سيدنا المهاجر الله بعمر بن إسحاق بن عبيد الله سيدنا وقلوتنا الرجل المقدم الحبيب محمد بن علي بعلى وسليم أبو رحيم، والمقدم الثاني المرشد عبد الرحمن أسقام وأولاده ذات الأشوال المنتسبين لهم والآخذين عنهم. ثم إلى رسول علي بن عبد الرحمن الطشي علي بارس، ثم إلى رسول أبي عبد الله بن أبي الحداد والحبيب أحمد بن زيد الحبشي والحبيب علي بن زيد الحبشي وأصولهم أبو رحيم، وكافة أولياء الله في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا سيد التربة البركة محمد بن شيب الشهوة من ساداتنا وعلي بعلوي أجمعين. آمين. ثم إلى رسول صاحب هذه البلاية الحبيب باننا الشريف علي بن حسين بن شهاب ووصولهم وفورهم، ثم إلى أربع وصوصنا الحبيب محمد بن عمر بن شهاب والحبيب أبو بكر بن عمر بن شهاب والحبيب علي بن عمر بن شهاب والحبيب عمر بن محمد بن فقيه والحبيب إبراهيم بن محمد بن شهاب والحبيب طارق بن محمد بن شهاب والحبيب سالم بن أبو بكر الألقى والحبيب عبد الرحمن بن عثمان بن شهاب والحبيب محمد بن علي بن شهاب والحبيب إدروس بن عبد الرحمن بارك والحبيب سيد عمر بن أحمد علي دروز والحبيب شارب بن عمر علي دروز والحبيب زيد بن محمد بن عبود والحبيب سالم بن عمر الكا والحبيب محسن بن الخريط وسيد الباني بن محسن الخريط وسيد علي زين العابدين بن طارق بن شهاب سيد شهاب الدين بن مهدي بن شهاب وسيد صاحب بن حسن أسقاب وسيد موسى الكاظم بن قاسم بن شهاب وسيد عبد الرحمن بن عمر بن شهاب سيد علي بن محمد بن حسن بن شهاب وسيد أبو بكر بن سالم الكا وسيد علي بن إبراهيم بن شهاب والحبيب أبو بكر بن محسن الكا والحبيب أحمد بن عبد الرحمن بن شهاب والأستاذ الحبيب أدعي الله الأستاذ أحمد بن عبد الله الحبسي والحبيب أدعي الله الأستاذ علي بن عبد الله الحبسي والحبيب الداعي الله سيد الوالي الحبيب محسن بن أحمد الكاب والحبيب مصطفى بن علي بركبة والمرحومة بابا فضلول بنت محمد الحبشي بابا مريم بنت عمر بن شهاب وبابا حليمة بنت محسن بن شهاب آمين وبابا فضلول بنت عثمان بن شهاب وبابا خرجة بنت عمر بن شهاب وبابا شفاء بنت إبراهيم بن شهاب وبابا مستورة بنت محمد بن شهاب وبابا آمنة بنت محمد بن شهاب وبابا نور بنت ونور عيني بنت عثمان بن شهاب وبابا خارجة بنت أبو بكر الخريط بابا حليمة بنت هاشم الكاب وبابا شريفة خارجة بنت أبو بكر الكاب وشريفة رقية بنت عبد الله بن عبد بن شهاب وشريفة وسيلة بنت حسين بن شهاب وبابا فاطمة بنت علي الكاب وبابا سلمى بنت عبد الله الجمل الليل وبابا فاطمة بنت إبراهيم بن شهاب من اجتمعنا ها هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحم سنهم الجنة برحمته والدينا والديهم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين عما أوزر اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله نرزات بين أيديهم اللهم اجعل بداء لهم من النار وبكاء لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا عنهم واجمعنا واياهم في دار كرامتك مستقر رحمتك محل اوليائك مع الذين انعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين حسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك يا محمد ربنا كما يرحم وانتم اهل الراحمين وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه درر وان صالحا والى النبي والفاتحه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. آمين.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل لما تفرق يا ربي صل على محمد واصله وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك
ينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه تجلى الحق بعالم كرسه الواسع تجل ينقضى باندشار فضله بالقريب والشاسع صلى الله عليه وله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد تركى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون في مجد له بشرا كاملا يزيه الضلالا وهو من فوق علم ما قرأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار بتأكل معاني الجنان انتشر منه بعالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فاجأ هذه البشارة وتلقاها بقلب
سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده ودلوا على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونبله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونظيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان بظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تقرب الله بها على البشر وما أوضاها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات واجمعها وأزكى التحيات وأوصيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية بمواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا صحبة المجد بقربه وتبيأوا ظلال شرب الأصلي بوده وحبه ما أكثر الأكوان بنشر ذكراهم نصيب اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لساني بحمد الله قد علنا شكرا لساني بحمد الله قد علنا شكرا على نعم الله استطيع لها حسرا لها حسرا لساني بحمد الله قد علنا شكرا لساني بحمد الله قد علنا شكرا على نعم الله استطيع لها حسرا على نعم الله استطيع لها حسرا فما ساعة مرت علي ولحظة فما ساعة مرت علي ولحظة من الوقت إلا جاءت بدت إندي البشرى من الوقت إلا جاءت بدت إندي البشرى لساني بحمد الله قد علنا الشكرا لساني
بحمد الله قد أعلن الشكر على نعم لا أستطيع لها حصرا على نعم لا أستطيع لها حصرا ومن فضل ربي أرتجي من نواله ومن فضل ربي أرتجي من نواله دوام الذي ولا وأن يشرح الصدر دوام الذي ولا وأن يشرح الصدر لساني بحمد الله قد أعلن الشكر لساني بحمد الله قد أعلن الشكر على نعم لا أستطيع لها حصرا على نعم لا أستطيع لها حصرا عليه اعتمادي وزهري وملجأي عليه اعتمادي وزهري وملجأي وكم قد هبني من مواهبه برا وكم قد هبني من مواهبه برا لساني بحمد الله قد أعلن الشكر لساني بحمد الله قد أعلن الشكر على نعم لا أستطيع لها حصرا على نعم لا أستطيع لها حصرا تنعمت بإحسان منه تفضلا تنعمت بإحسان منه تفضلا على كل حالاتي وأرجوه في الأخرى على كل حالاتي وأرجوه في الأخرى لساني بحمد الله قد أعلن الشكر لساني بحمد الله قد أعلن الشكر على نعم الله تتيء لها حسرا على نعم الله تتيء لها حسرا التسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار تصفيف للبشر الكريم بالتقديم والتكريم
لفظة القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، وانفلقت بيدة التصوير في العالم المترك الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، وما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرب به موسم استقراره وموضع خروجه، وقد قدت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراجم لهذه الغروب بأن يرجم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف، وإن كانت العرسون لا تفي بيشر من شار أوصاف بذلك الموصوف تشويقا للسامين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما عبده من شر أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين، وبقيت راية الزلف كون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحدث الكريمة ولائق التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله لها ينبغي به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروض ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق أسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وما أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبي في الخلق وآخرهم في البأس صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقى صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات الفضل وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومنذ علقت به عاد الدرة المقلولة والجوهرة المغسولة والقول كله يسبق وينسي في سرور وابتهال بقرب ظهور إطراق هذا السران والعيون متسوفة إلى بروزه متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لكريت تتقاضى بفسق العبارة معلنة بكمال مشارة وما من حامل عملت في ذلك العام إلا عدت في كمالها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام ولم تزل العرض والسماوات متمخة بعطر الفراغ بملاقاة أشراف البرية وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور وأذكر الله في الوجود بحجة التكريم وبث في العالمين الكبير ماعدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البزر الكريم. اللهم صل وسلم أكرم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. حين كرم عوان هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تسجد أرسلت الملائكة تبشير العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا
ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. والقدة كسبت كنا هذا المستور ليبعثه نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنبذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يعذر عند ودئه أمة تأنيسا لجنابها المسؤول ومسارقة لها في هذا السمات الممدود. وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على دوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور أنعمون وبرز الحميد المحمود مزينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وأسرور قد تجلت الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أقربوا يا أهل المثاني فهذروا اليوم لغرار واستضيئوا بجمال فكفي
بسعد مستمر ليس ينفد الله حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤبد يا رسول الله جئنا لزيارك سيدنا الله نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا فالرب بكل حمد جل أن يحصره الأرض مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد بابا كل ما تزال طلع البدر علينا بالثنيات الوداع وجب الشكر علينا الله جئنا لزيارة قاصدنا نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين يا رسول الله جئنا لزيارة سيدنا ونرتجي منك شفاعة عند رب العالمين
نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه بجواره خير مرحب يا رسول الله جئنا لزيارة قصيدنا نرتجي منك الجمال يا رب العالمين أغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا وصلاته الله تغشى أشرف الرسل لمحمد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا وسلام مستمر يا مولاي كل حين يتجدد يا الله صلى الله على محمد يا مولاي يا رب صل عليه وسلم يا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyar habaib wal ikhwan, di hadapan kita ada seorang anak putri yang insyaallah kita akan resmikan nama ini, yang mana nama ini telah disepakati oleh kedua orang tuanya, dan nama ini juga telah termaktub di Lauhul Mahfuz, yaitu Syarifah Fatimah Umaymah binti Mustafa Syahab. Kita doakan, amin, panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari penyakit bala, terutama corona dan dulu-dulunya. Kita doakan semoga menjadi anak yang salihah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dicintai Allah dan dicintai Rasulnya, dan Allah murahkan rezekinya, dan juga Allah SWT entengkan jodohnya. Al-Fatihah ala hadiniyah ala ismi mubarak Syarifah Fatimah Umaymah binti Mustafa bin Syahab an-nadha ja'alaha min riyadis salamah wa yutil umraha fi ta'atil rasulih واحفظها ويرعاها بالرعاية التامة واجعلها من الصالحات العابدات والزاهدات الذاكرات الله ذاكرات وذاكرات واحفظها من شر الزمان وشر أهل الزمان وأعيذها ذريتها من الشيطان الرجيم ووفقها لكل عمل صالح ماضين وبارة بيديها وتكون أم الأعمال والعيال جاي مولى بلال وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam mahasinil akhlaq bima tatiqu an kitabatihi butunul awraq. Kana sallallahu alaihi wasallam mahassanan nasi khuluqan wa khalqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabaqa. Wa usahum bil mu'minina hilman wa rifqa barrar ra'ufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Lahul hulukus sahal wal abdul muhtawi alal ma'nal jazal idza da'ahu al miskin wajabahu ijabatan mu'ajjalah wa huwa al abu syafiqur rahimul lil yatimi wal armalah wa lahu ma'a suhulati akhlaqihi al haibatul qawiyyah allati tarta'idu minha bara'isul aqwiya'i minal bariyah. Wa min nashriti bihi ta'atturat turuq wal manazil wa bi'arfi dhikrihi tatayyabatil majalis wal mahabil. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam jami'us sifatil kamaliyah wal munfaridu bi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafi khususiyyah. Fama min khuluqin bil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Ajmaltu bi wasfil habibi wa sya'nihi wa la'ula bi majdihi wa makanihi awsafu izzin qad ta'ala majduha akhadhat ala najmi suha bi inanihi wa qad imbasatal qalamu bi tadwini ma'abadahu al-ilmu min waqa'i maulidin nabiyil karim wa hikayati ma akramallahu bi hadzal 'abd al-muqarraba min at-takrimi wat ta'zimi wal khuluqil 'azim. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التكريم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دلائل الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله المتوسم بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ليجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تعد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك في الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمر رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحافظات دعواتك الشاملة. النبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موت من مواتن القرب والمضار. قاسم ذلك في عبادك وساكك وسرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطرارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين رعايتك. آمين يا الله. وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا. آمين.
وتجعلنا في حضرة الحبيب من الحاضرين وفي ترك اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولأهلك من الحافظين آمين. اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل والمؤمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب والاه وظاهره وأم ببركته وشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل كتنا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات آمين في يا جميع الله. الجهات آمين. وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة. آمين يا الله. واكشف اللهم كربة المكروبين آمين. واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين. آمين. وابسط عند ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصير من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصير من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصير من جميع البلايا وفي الحز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفى مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه الله منسوب وآخر دعوانا لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا تقبل منا وعليم وتب علينا التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri waddin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasilul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ma taufiqi illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah telah bersama-sama kita bacakan yasin, tahlil, tasbih dan juga pembacaan daripada sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sintut durar. Fa insyaallah mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan menjadi catatan amal baik kita dan insyaallah dengan menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan fa insyaallah mudah-mudahan kita minta sama Allah agar kita pacak dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin rahimakumullah wa faqakumullah. Kami mewakili daripada keluarga besar Al Habib Muhammad bin Umar bin Syahab, wabil khusus anak-anak beliau Al-Am Al-Habib Taufik bin Muhammad bin Syahab, Wal-Am Al-Habib Quraisy bin Muhammad bin Syahab, Wal-Am Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Umar bin Syahab mengucapkan ribuan terima kasih kepada antum-antum sekalian. Insyaallah mudah-mudahan apa yang antum melakukan akan menjadi ganjaran pahala bagi kita semua dan insyaallah kita berterima kasih kepada antum-antum sekalian yang telah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan hanya Allah yang memberikan kebaikan kepada antum-antum sekalian. Masyaallah hadirin,
rahimakumullah wa dan kami meminta maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa tibalah kita pada acara inti yaitu Mau'izatul Hasanah. Fa insyaallah dalam hal ini akan dibawakan oleh Fadilatul Habib Rizki Al-Habsyi. Fa alaihi falyatafadhal mashkura. Shallu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بربي قيامي لا بنفسي ولا السوى فشكري له سبحانه وثنائي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala karunia yang telah Ia berikan kepada kita. Allah telah menakdirkan kita bersama pada sore hari ini untuk berkumpul karena Rasulullah. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua telah diatur oleh Allah. Dan merupakan sunnatullah termasuk. Orang yang mau berkumpul memuliakan Rasulullah, yang mau berkumpul mengingat Rasulullah, yang mau berkumpul mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan curahkan kepada mereka semua rahmatnya, kasih sayang darinya, keridhaan darinya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita berkumpul di sini karena Rasulullah, karena Allah, karena untuk memperingati hari lahirnya Rasulullah. Tidak berlebihan kalau kita duduk di sini rame-rame, tahu-tahu ternyata kita mendapatkan doanya Rasulullah. Doa Rasulullah adalah doa yang tidak mungkin Allah tolak, tidak mungkin tidak diterima oleh Allah, tidak mungkin tidak diijabah. Bagaimana tidak hadirin, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang paling Allah sayang dan Allah cinta sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini bersalawat kepada Rasulullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salawat itu adalah ibadah. Ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, artinya kita itu beribadah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum Allah perintahkan kita bersalawat, Allah terlebih dahulu bersalawat. Ketika Allah perintahkan kepada siapapun itu daripada hambanya untuk beribadah, Allah tidak melakukannya. Allah perintahkan salat, Allah tidak salat. Allah perintahkan zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan kita berpuasa, Allah tidak berpuasa. Namun karena karena Allah sangat cinta kepada Rasulullah, karena Allah sangat sayang kepada Rasulullah, tatkala Allah perintahkan kepada kita untuk juga menyayangi Rasulullah dengan cara bersalawat kepada beliau alaihi salatu wassalam, maka Allah terlebih dahulu melakukannya. Sebelum kita disuruh Allah pun ternyata para malaikat pun Allah terlebih dahulu perintahkan kepada mereka untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat itu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan
jin ataupun manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu intinya doa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis beliau berkata atau bersabda, mukhul ibadati ad-du'a, atau ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak daripada ibadah, inti daripada ibadah. Bayangkan ketika kita sholat dari awal takbiratul ihram sampai dengan salam, isinya cuman pujian kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Hanya dua itu, pujian kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sini pun pada sore hari ini bersolawat kepada Rasulullah, yang itu adalah ibadah kepada Allah dan juga penuh dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdina nahja sabilih kaibihi nus'ad wa nursyad wa bijahih ya ilahi jud wa balligh kulla magsad. Dalam yang namanya mahallul qiyam atau al-maqam sekalipun, inti daripada maulid ataupun perkara yang paling sakral ketika melaksanakan maulid kita itu mahallul qiyam. Dan ternyata pada saat mahallul qiyam pun ada doa, wahdina nahja sabilih kaibihi nus'ad wa nursyad. Ya Allah, permudahkan kami ya Allah, agar kami ini bisa dengan gampang hidup dengan coronya Nabi Muhammad, sehingga kami bisa bahagia, nakunu minas su'ada'i fid darain, sehingga kami menjadi orang yang bahagia di dunia dengan nikmat Allah, dengan bisa beribadah kepadanya dengan tenang, dan juga nikmat di akhirat karena mendapatkan hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ketika mahallul qiyam, kita yakin Rasulullah hadir, kita yakin Rasulullah bersama kita, kita yakin bahkan doa-doa yang kita panjatkan ketika itu Rasulullah amin, Rasulullah aminkan, gabul insyaallah. Allah berikan hal tersebut biidnillahi ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ternyata ada sebagian orang-orang yang sangat beruntung pada masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka bisa mendapatkan doa Nabi langsung, kontan. Di dalam kitab yang bernama Sahabatun Da'alahumur Rasul, yang artinya para sahabat Nabi yang telah mendapatkan doa Nabi, Sahabatun Da'alahumur Rasul, di situ banyak sekali para sahabat disebutkan dapat doa dari Nabi dengan doa yang bermacam-macam. Sebagian darinya akan kita sebutkan walaupun sedikit, ngembek berkah para sahabat Nabi. Insya Allah kita pacak dekat dengan Nabi sebagaimana mereka dekat dengan Nabi. Insya Allah kita juga bisa mendapatkan doa Nabi sebagaimana mereka bisa mendapatkan doanya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi yang ketika Rasulullah SAW berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, itu umur beliau baru 10 tahun, masih kecil. Sehingga tatkala itu sang ibu yang sayang dengan anaknya nandak lewat keberuntungan buat umatnya, nyingok Nabi akhir zaman datang, anaknya dipempen, diajak di hadapan Nabi Muhammad SAW didudukkan. Kemudian sang ibu berkata, ya Rasulullah, huwai di muka ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini anak aku umur 10 tahun, tolong antum terima untuk jadi hambanya antum, untuk jadi pembantunya antum. Fad'ullah lah. Akhirnya ibu pun berkata, doakan ya Rasulullah, tolong. Yang pertama terimakan untuk jadi pembantunya antum, kemudian tolong doa ke anak aku ini. Tatkala itu Rasulullah SAW langsung berdoa dengan 4 doa sekaligus. Bukan cuma sikok doa, 4 doa beliau dapatkan. Apa itu? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu waghfir lahu. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu waghfir lahu. Ya Allah, banyakkan hartanya budak ini ya Allah. Banyakkan anaknya budak ini ya Allah. Panjangkan umurnya ini anak ya Allah. Ampuni juga dosanya ya Allah. 4 doa ini yang ternyata menjadi bekal beliau Sayyiduna Anas bin Malik hingga menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan beliau ini ternyata apa yang didoakan Nabi untuk beliau semuanya terjadi dan beliau alami. Yang pertama, Allah jadikan beliau orang termasuk yang paling kaya di kota Madinah pada zamannya. Kalau beliau itu punya kebun setahun 2 kali pacak, dengan berkat doa Nabi Muhammad 2 kali panen.
Kalau orang-orang lain ndak katik 2 kali, sekali galau. Ajaib. 2 kali panen pacak setahun berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kaya berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau punya anak juga banyak sampai 80 anak, baru anak belum cucung. Kalau cucung 300 lebih. Kalau anak beliau 80 orang, 78 diantaranya semua laki-laki. Tinggal 2 perempuan. 80 anak beliau. Akhirnya beliau pun mendapatkan umur yang panjang. Tepatnya beliau hidup selama 103 tahun. 103 tahun umur beliau. Dan beliau semasa hidup pernah berkata kepada para sahabatnya, "Oi kawan-kawan aku, kamu tahu tak berkat doa Nabi Muhammad zaman dulu itu aku dapatkan galau harta aku banyak, anak aku banyak, umur aku panjang dan tinggal siko. Yaitu pengampunan dari Allah belum bisa aku jengok nanti. Dan aku akan panen doa tersebut ketika aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." Doa Nabi berkat. Usut pun usut. Coba kita jengok kenapa pacak dapat doa Nabi tadi. Khidmah dengan Nabi. Nyerahkan beliau punya diri untuk berkhidmah kepada Nabi. Sekarang coronya kita ini pacak tak kira-kira untuk dapat juga doa Nabi. Baca dengan cara apa? Sayyiduna Anas bin Malik dapat dengan cara apa? Kita harus melakukan hal tersebut. Insya Allah Nabi pun doakan kita. Tidak kata yang mustahil. Rasulullah sudah meninggal. Tidak kata-kata ninggalkan alam yang fana ini yo. Akan tetapi beliau tetap dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam sana. Para syuhada baik dalam surah Al-Imran masih hidup kata Allah. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian kira mereka orang-orang yang mati syahid di jalanku kata Allah di medan peperangan itu sudah mati. Jangan kalian kira seperti itu. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi mereka itu sebenarnya masih hidup. Bal ahya' 'inda rabbihim. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yurzaqun, senantiasa mendapatkan rizki untuk mereka makan. La ilaha illallah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Itulah keuntungan kalau kita bisa berkhidmah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak mano lagi nak berkhidmah kepada Nabi. Ada sikok lagi cerita, yaitu adalah Sayyiduna Abdullah bin Abbas sepupunya Rasulullah. Juga suatu hari beliau ini Rasulullah pengen berwudu, perlu banyu. Beliau embekkan banyu dengan tangan beliau, dihadapkan ke hadapan Nabi Muhammad. Ketika itu Rasulullah berkata, "Ini banyu buat apa? Buat antum wudu ya Rasulullah." Akhirnya spontan Rasulullah ngedoakan, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil." Dapat doa lagi. Berkat apa? Khidmah dengan Nabi, mengabdi kepada Nabi, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apapun, cuman ngembek ke banyu bae, apalah sagonya sebenarnya. Padahal ngefek dak itu kepada perkembangan agama Islam saat itu. Wallahu alam ngefek apa tidak? Mungkin tidak. Cuman ngembekkan banyu baik kepada Nabi, bukan menyebarkan ayat suci Al-Qur'an dengan dakwahnya, bukan. Cuman ngembekkan banyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi jingok niat beliau tadi. Nabi doakan, "Ya Allah, ini anak jadikan orang alim. Jadikan orang yang paling alim dengan fikih dan dengan Al-Qur'anul Karim." Sehingga beliau ini menjadi sahabat yang memang masih sangat junior. Banyak sahabat yang jauh di atas beliau daripada umurnya. Akan tetapi beliau dituakan karena ilmunya banyak berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat doa Nabi Muhammad gara-gara juga berkhidmah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sikok lagi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat yang pandai memanah. Tatkala itu sedang berlangsung peperangan Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpojok dengan para sahabatnya. Namun Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tetap melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panah dan kemampuan memanah beliau. Rasulullah ngaso sangat butuh dengan bantuan atau kepintaran memanah beliau ini. Beliau pun berkata, "Wahai Sa'ad, irmi ya Sa'ad, fidaka abi wa ummi." Wahai Sa'ad, terus lemparkan anak panahmu dengan busur panahmu. Tebusan engkau ibu dan abahku, kata Rasulullah. Sehingga Rasulullah pun berdoa untuk beliau suatu hari, "Allahumma saddid zahmahu wa ajib da'watah." Ya Allah, jadikanlah Sa'ad ini yang tidak pernah meleset anak panahnya ketika ia tembakkan.
dan jadikan dia ini seorang laki-laki yang doanya selalu mustajab ya Allah. Hingga Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah nembak kena anak panah kecuali pasti kena sasaran. Dan tidak pernah beliau angkat tangan berdoa kecuali pasti kabul kontan saat itulah berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu hari tepatnya pada saat ditaklukkan Persia pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu, ketika itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat menjadi gubernur di Persia sana. Ketika itu ada orang asli Persia yang sebenarnya sudah masuk ke dalam Islam, sudah beriman kepada Allah dan Rasul, tapi iri, hasud, ngapo pula kami dipimpin oleh wong luar. Pengen wong dia dewek kepala sukunya memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ngirim surat ke Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, ini apa-apaan Anda angkat kepada kami seorang amir yang sholatnya tidak becus kalau ngimam. Cepet-cepetan sholatnya ya Rasulullah. Dan dia juga tidak kunjung berbuat adil di tengah-tengah kami. Ketika itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas sempat dipecat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu beliau nyingok sepertinya ini ada permainan politik. Mereka ingin menjatuhkan apa yang semestinya tegak. Mereka ingin bermain di negara mereka Persia sana. Ini pacar efek ke dalam agama kita, sehingga beliau sakit hati juga ada ngangkat tangan. Ya Allah, itu orang panjang umurnya ya Allah, tapi terus berikan kesengsaraan dalam hidupnya. Hinakan dia ya Allah, sehingga ini orang umurnya panjang sekali, sampai kulit keningnya ini nutup dia punya mata. Tua rentah, semua penolong, semua kawan-kawannya sudah tinggal dunia kalau tinggal dia dewean, ternyata hidup terlunta-lunta di kotanya. Hino mengemis roti dalam keadaan sangat hino, katik yang merawat dan selalu berkata, asobani doa Sa'ad, inilah kualat doanya Sa'ad bin Abi Waqqas buat aku. Mustajabud doa, berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita berkhidmah kepada Rasulullah. Cak mano caranya? Rasulullah memang sudah meninggalkan dunia ini, tapi ada yang beliau tinggalkan, yaitu agama beliau. Rasulullah sudah meninggal dunia, tapi masih ada tengah-tengah kita ini banyak bahkan orang-orang yang hidupnya untuk meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kepentingan mereka itu adalah apa yang dijadikan Rasulullah sebagai kepentingan dalam hidupnya, yaitu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berkhidmah kepada mereka, Rasulullah senang sama cak khidmah kepada beliau. Tidak mustahil, bahkan sangat mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan kita ketika kita berkhidmah kepada para ulama. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di Tarim itu ada seorang ulama alim hebat luar biasa. Ayahanda beliau di Gubaduku dimakamkan, yaitu adalah Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab, menantu Habib Ahmad bin Syekh. Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab, sahib Gubaduku, itu punya menantu dari Tarim langsung Walaiti. Beliau bernama Al-Habib Idrus, Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab. Nah, ini beliau pada saat hijrah ke kota Palembang ini dari Tarim meninggalkan anak siko di kota Tarim bernama Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab. Ini Al-Habib Alwi berguru kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri di Tarim. Beliau berkhidmah banyak, sampai-sampai khidmahnya itu bikin beliau kurang belajar, sehingga teman-teman beliau ngejek, apa kau nih khidmah, nuangkan kopi, nuang kopi, kapan kau nak belajar? Kami sudah belajar kitab ini, kami sudah belajar kitab itu, ente masih nuang kopi sampai ini lagi. Sampai beliau kecil hati ngadu kepada guru beliau Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri. Akhirnya guru beliau Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri berkata, "Dak usah didengarkan omongan sohib-sohib ente. Mereka nanti akan jadi murid ente galau." Sehingga beliau ternyata menjadi alim yang hebat luar biasa, nomor 1 pada masanya di kota Tarim bahkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Beliaulah Ainu Tarim, Habib atau kakek daripada Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab. Beliau menjadi Ainu Tarim. Beliau orang sugih luar biasa, jadi luar biasa. Kalau harta dunia ini tidak usah dimbe hitungan gino, kecil bagi Allah, jangan dijunjung pucuk pala. Tapi subhanallah, Allah jadikan beliau ini berkat khidmahnya orang kaya luar biasa. Bahkan tidak cuma kaya, orang alim luar biasa. Bahkan tidak cukup alim, orang yang magomnya sangat tinggi luar biasa. Dikenal sebagai wali kutub pada zamannya di kota Tarim. Berkat apa? Khidmah kepada guru beliau, ulama yang meneruskan perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah benar dengan mata kita yang hino, dengan mata kita yang kotor. Tak pacak kejinguan memang betul.
namun para pewaris beliau masih ada di tengah-tengah kita. Apa yang kita bisa gunakan untuk berkhidmah kepada beliau, kita laksanakan. Biiznillah, karena ridha Allah, karena ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terakhir itu kita ingat, jangan sampai kita cuman pengen doa-doa yang baik dari Rasulullah, baik cuman tidak pernah menghindar dari doa yang tidak bagus pernah ada dari Nabi Muhammad. Memang Rasulullah tidak pernah mendoakan dengan doa yang buruk, tidak pernah, tapi ngaminkan pernah. Yaitu tatkala Nabi Muhammad naik mimbar, anak tangga pertama beliau berkata amin, anak tangga kedua beliau pun kembali berkata amin, anak tangga ketiga ternyata beliau pun berkata amin. Sahabat pertama bertanya, ya Rasulullah, kenapa antum naik mimbar mengucapkan amin 3 kali pula, apa dia ceritanya? Waduh. Rasulullah menjawab, wahai para sahabatku, tadi malaikat Jibril turun berdoa dengan 3 doa. Bukan cuma berdoa baik minta didengar, tidak, minta aminkan juga, kata Rasulullah. Apa doa tersebut? Yang pertama, malaikat Jibril berdoa, ya Rasulullah, kalau ada, ya Allah, kalau ada daripada umatnya Nabi Muhammad yang menjumpai bulan suci Ramadan tapi tidak dapat maghfirah dari Allah, artinya maksiat di bulan Ramadan, tidak boleh maghfirah itu. Jikalau ada orang yang seperti itu, maka celakoilah dia ya Allah, wal'iyadzubillah. Amin, qul amin ya Muhammad. Ya Rasulullah, aminkan. Amin, kata Rasulullah. Hindari baik-baik, ini yang pertama. Yang kedua, malaikat Jibril lanjut lagi, ya Allah, kalau ada orang yang mendapati kedua orang tuanya hidup pada masanya, namun dia tidak kunjung masuk ke dalam surga dengan berkat khidmah atau mengabdi atau berbakti kepada kedua orang tuanya, artinya itu anak durhaka kepada orang tuanya, celakoi dia ya Allah. Qul amin ya Muhammad. Faqala Rasul amin. Rasulullah mengatakan amin lagi yang kedua. Yang ketiga yaitu adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam berkata dan berdoa, ya Allah, jikalau ada orang yang mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya disebutkan, jikalau ada umat Nabi Muhammad yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan tapi dia tidak bersalawat kepada Rasulullah, hancurkan dia ya Allah, celakoi dia, wal'iyadzubillah. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita cuma mengharap doa baik dari Nabi tapi kita tidak perhatian dengan 3 ini. Hadirin rahimakumullah, terakhir nian yaitu adalah siko kita teringat akan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, bahwasannya beliau bersabda, du'aul walidi li waladihi ka du'ain nabiyyi li ummatihi. Doa wong tua untuk anaknya sama cak doa Nabi. Jangan kita harap cuma doa Nabi baik yang paling mustajab. Iya betul, itu betul. Tapi ingat, Rasulullah pernah ngabarkan kita punya wong tua di rumah yang mungkin kita kurang perhatian, kurang hormati. Nemu ustaz kok salaman bolak-balik, kalau pacak kita cium dadonya, namun wong tua kita cak mana ceritanya yang di rumah. Pernah ada kita bikin mereka itu nangis karena senang, terharu kita berbakti kepada mereka. Pernah apa tidak? Kalau kita salaman, model apa kita salamannya? Kalau abah, ibu kita perlu apa kita wong pertama kali yang bakal ngejumkan gaweannya. Kalau iya alhamdulillah, kalau tidak wal'iyadzubillah. Ingat ini pesan dari Rasulullah. Orang tua, ayah ataupun ibu, doanya sama cak doa Nabi, mustajab. Apapun yang didoakan bakal terjadi. Jadi kita sebagai anak nak pacak-pacak pada wong tua. Kita juga yang jadi wong tua jangan sebasing ngomong. Kalau doakan anak kita yang baik-baik, sakit hati kita, tetap kita kedepankan kasih sayang kita untuk anak kita, sehingga tidak keluar dari mulut kita melainkan doa yang baik-baik. Hadirin rahimakumullah, semoga apa yang Al-Fakir sampaikan ini lebih bermanfaat bagi kita bersama. Kalau ada kurang-kurang pantas kata, minta maaf kepada antum sekalian, kepada Allah Al-Fakir minta ampun. Hadza ma naqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairal jaza. Masyaallah, tabarakallah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan menjadi motivasi kita untuk kita semangat berkhidmat kepada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibalah kita pada acara yang terakhir yaitu talqinul zikir. Insyaallah dalam hal ini
Kita mintakan kepada Fadilatul Ustaz Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. أفضل ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله إن شاء الله تعالى اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا مقتولا ولا محروما ولا معصوما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.